حبايبي وفلذات كبدي متابعين HD آسيا في كل مكان. اتهمها ظلم وسجنها 5 سنين، ولما خرجت سجنها تاني في قصره وخلاها خدامة، بس لما عرف الحقيقة اتصدم وحس بالندم، لكن بعد فوات الأوان. معاكم دودو من تيم HD آسيا ويلا بينا. بيبدأ مسلسلنا مع بيري بطلتنا، وهي بتتهزق من دانيال الكاريزما المتملك بتاع المسلسل، وده علشان فاكرها السبب في وفاة حبيبته. ولما بتقوله خلاص خلص عليا وريح وارتاح، بيقولها مش بالساهل كده، لأن الموت بالنسبة لك هيكون أرحم من اللي هعمله فيكي. المهم إن دي كلها بتطلع ذكريات في الماضي، وبنشوفها وهي قاعدة شايلة الهم في السجن، وبيكون ده آخر يوم ليها هناك بعد عذاب 5 سنين على حاجة ما عملتهاش. وبنعرف إنها قبل ما تتسجن كانت مرتبطة بشاب اسمه توني، وكان بينهم قصة حب ولا أروع من كده، وخلاص كانوا هيتجوزوا، لكن أمه وقفت زي الحرباية في النص وقالت يا الجوازة دي مش أنا اللي ابني يتجوز من واحدة متهمة في قضية قتل وليها سوابق. في الوقت الحالي لما بيجي الضابط علشان يخرج بيري، بتطلع تلاقي الكاريزماتيك بتاعنا في وشها، ومن نظراته فشكله كده ما بيكونش ناويلها على خير. وهنا زميلتها الموجودة في الزنزانة اللي جنبها بتنادي عليها بحجة تودعها، وبتديها سكينة من غير ما حد ياخد باله، وبتقول لها اللي يزعلك هاتي وشه نصين ولا يهمك، هترجعي تاني عادي، يعني هنونس بعض ولا ان حد يقلل منك. ولان بنتنا لا حول لها ولا قوة، القاسي بتاعنا بياخدها لبيته، وهناك بيقول لها ان من النهاردة هتكون زي الخدامة في بيته، ولانه الوحيد اللي عارف مكان جدتها وطول الوقت بيهددها بيها، فمش بتعترض على اي حاجة بيعملها فيها، وبيقرر يتجوزها فورا. ولما بيقول لها تخلع لبسها بتنفذ ده من غير اي كلام. وهنا الحربايه سونيا اخت حبيبته اللي توفت بتدخل عليهم زي القضا المستعجل مع مساعده، فالكاريزما بتاعنا اللي بيري ولا فرقاله جري بيروح يداريها عشان مساعده ما يشوفهاش بالشكل ده. وهنا سونيا بتقعد تدلع عليه علشان يمشي معاها وما يكونش قدامه فرصه يقضي الليله مع بيري لانها معجبه بيه، فعلشان بتفكره بحبيبته لانها شبهها بالظبط ما بيقدرش يرفض لها طلبها، وبيكون هيمشي معاها فعلا. بيري بتقول له طالما داخله دماغك قوي كده ما تسيبني امشي ولا هو عذاب وخلاص. وده بيسمع كلمه امشي من هنا وبيركبوا 100 عفريت، وبيقول لها طول ما انا على وش الدنيا انسي ان ده هيحصل، لانك هتفضلي العمر كله سجينه عندي. وبيكون هيعتدي عليها. بيري بتعمل فيها قلبها عليه وبتقول له ما تستاهلش تضيع نفسك علشانها. بعدها بمفيش كام ساعه بتروح تقول لها تجهز وهي هتساعدها تهرب من هنا. ولما بيري بتسالها لو مش شاكه في ان ليها علاقه بوفاه اختها، بتقول لها ان اخر حد اختها اتصلت بيه وكل الادله بتقول ان هي، لكنها مش مصدقه ده لانهم يعرفوا بعض من الطفوله، وعارفه ان مش هي اللي تعمل كده. وبتعرفها ان توني اللي كان مرتبط بيها زمان لسه بيحبها، وانه مستنيها بره وهيجيب لها مكان تقعد فيه، وبتطمنها بانها هتعرف لها من الكاريزما بتاعنا مكان جدتها وهتبلغها بيه. وبياخدها توني فعلا لشقه تبعه، وبيقول لها انه بيحبها وما تهتمش باللي والدته عملته من 5 سنين لانه استحاله يبعد عنها تاني. ويا دوب لسه هيحضنها بيلاقي الكاريزما بتاعنا داخل عليهم بهبته، يقول لها اوام لحقتي تهربي يا خاينه، وبيكون عايز ياخدها غصب عنها. توني بيقول له كله اللي خطيبتي مش هسمح لك تاذيها تاني، وبتقف قدامه هي كمان لاول مره وبترفض تمشي معاه. ويا دوب هو بيمشي والدة توني بتدخل تقول لها يا هلا ويا غلا، وبتتعامل معاها بحنيه، وبتقول لها هطلع اجهز لك ميه تاخدي شاور، ده انت الغاليه حبيبه الغالي، وحاجه كده اخر دلع ولا كانها وقفت لها في الجوازه قبل كده. المهم انها بتطلع لسه حربوقه زي ما هي، وكل ده تمثيل. وتاني يوم بتبدا شغل الحربقه بدري، وعلى الفطار بتغمز للخدامه وبتعمل بطنها وجعاها، فبتهيس الخدامه على هيصتها وبتقول ان ده اكيد تسمم غذائي، وانها الصبح شافت بيري بنتنا في المطبخ وما كانتش على بعضها. وجري بتروح تجيب باسكت الزباله تفضيه وبتخرج منه علبه سم. فالحربايه ام توني بتبدا الاسطوانه بتاعتها وبتقول لبيري يعني ما كفكيش تخلصي على حبيبه دانيال، عايزه تخلصي عليا انا كمان. وبتقعد تمثل الوجع وانها خلاص مش قادره. وبنعرف انها متفقه مع الحيزبونه سونيا، وبتعمل الحوارات دي كلها عشان تكره توني في بيري وتخليه يبعد عنها طالما مش سامع كلامها بالذوق. المهم انه لما بيروح يوديها للمستشفى بتظهر الخدامه وشها الحقيقي، وبتقعد تلقح على بيري بان استحاله يكون ليها مكانه في العيله دي. ويا دوب لسه هتتصل على الشرطه بتلاقي الكاريزما بتاعنا
داخل يقول ومين ده اللي هيستجرى يقبض على مراتي، وبيسحب بيري من ايديها علشان يمشي. ولما بتقوله انها هبت منه على الاخر وانها استحاله تتجوزه والسجن ارحم لها من انها تكون معاه، بيديها قلم حلو كده على وشها وبيقول لها هتشوفي كلام مين اللي هيمشي، وبيهددها بصوره لجدتها وهي متسلسله وحالتها حاله. فبعد ما كانت عامله فيها قطه بلدي بتقلب كتكوت وبتروح معاه من سكات. واول ما الحيزبونه سونيا بتعرف الخبر بتقول يا انا يا هو، ولو ما كانش موتها على ايدي ما بقاش انا. وبالليل بقى وهو نايم بتقعد بيري تتكلم معاه عن حقيقه اللي حصل قبل 5 سنين، وان ليله فرحها تعبت ودخلت المستشفى وحبيبته جت تزورها لانهم كانوا صحاب. بعدها ادتها كوبايه ميه، اول ما شربتها فقدت وعيها، ولما فاقت لقت سكينه في ايديها وحبيبته مقتوله جنبها، لكنها واثقه بان مش هي اللي عملت كده. في الوقت الحالي لما بيفوق وبتحاول معاه تاني يوم علشان يطلقها ويسيبها تعيش حياتها اللي اتحرمت منها من 5 سنين، بيقول لها ادخلي الحمام مش زي خروجه، وبيتي ده مش هتطلعي منه غير جثه. وبيطلع من عندها على المكان اللي جدتها محبوسه فيه وبيخلي مساعده ينقلها للمستشفى. وهنا بنكتشف انه بيمثل القسوه بينما هو اصلا حنين، وبنعرف ان والدته اللي كانت حابسه جدتها مش هو، وده لانه بيروح يلومها وبيقول لها ان الذنب ذنب بيري مش ذنب جدتها اللي اصلا بتعاني من الخرف ومش دريانه بحاجه. ولما بتقوله انها عايزاه يتجوز من الحيزبونه سونيا بيقول لها انسي، انا لو بعملها حلو فبعملها كده كاخت مش اكتر. وفي نفس الوقت ده بيري بتروح لجدتها المستشفى لكنها ما بتفتكرهاش وبتكون خايفه منها. واول ما الدكتور بيشوفها بيقف يتنمر عليها بسبب الاخبار اللي اتنشرت عنها من 5 سنين عن انها قاتله، وبيكون هيطردها هي وجدتها لو ما دفعوش الفاتوره. توني بيتدخل على اخر لحظه وبيقول له انه هيدفع هو، لكن هي اللي بترفض وبتقول له ياخد فلوسه ويمشي لانها خلاص زهقت من معامله امه ليها. وقبل ما يرد عليها بيدخل الكاريزما بتاعنا يقول له يا ريت بقى تسمع كلامها وتبعد عشان دلوقتي خلاص بقت مراتي، وانا صراحه كده راجل دمي حامي وبغير. وما بيدلوش فرصه يرد عليه وبياخدها وبيمشي من المستشفى كلها بعد ما بيطرد الدكتور لانه اصلا مالك المستشفى. ولما بيقعد يرخم عليها بازاي هترد له فلوس العلاج بتقول له ما يقلقش وانها تشتغل وتدفع له مش هتاكلهم عليه. وما بتكونش لحقت تخلص الجمله بيكون هو اتعفرت، فبيقول لها تنزل من العربيه حالا بدل ما يرتكب جنايه. تختصر هي بقى التهزيق على نفسها وتقعد في البيت وتفكها من حوار الشغل ده؟ لا، بتروح تشتغل من وراه، ومش اي شغل، لا دي بتروح تشتغل في حانه. ومن اول يوم ليها وبيحاول واحد يتقرب منها غصب عنها، لولا ان يانج رجل اعمال بيروح المكان ده كتير بيهزقوا وبيبعدوا عنها. وفي نفس اللحظه الكاريزما بتاعنا بيوصل، واول ما بيشوفها مش في وعيها ويانج ده ساحبها لحضنه بيتعفرت لان في بينهم عداوه، وبيسحبها لحضنه وهو بيهدده بانه لو فكر يلمسها تاني مش هيرحمه. واول ما بيوصل للبيت على طول بيحطها في البانيو وبينزل عليها بالميه البارده وبيفتح موشح التهزيق بتاعه. ولما بتقوله تصرفاتك دي ما تدلش على حاجه غير انك غيران عليا، بيقول لها انا هغير عليكي انتي؟ لا فوقي لنفسك، كل الحكايه انك دلوقتي مراتي، فاللي هيمس سمعتك هيمسني انا. وفي اللحظه دي بتقع مكانها وهي فاقده الوعي. وفي المستشفى الدكتور اللي بيكون صاحبه بيلومه على اللي بيعمله فيها وبيقول له ايه يا اخي ما كفكش الناس اللي بعتهم يعذبوها في السجن، وبيقول له انه لو استمر في اللي بيعمله فيها ده قريب قوي قلبها هيقف. وهنا بقى بنكتشف انها قبل ما تتسجن كانت مريضه قلب اصلا، وبعد ما حبيبه الكاريزما بتاعنا توفت اتبرعوا باعضائها والمستشفى ادت لها قلبها، فعشان كده مخليها جنبه ومش عايزها تبعد. المهم انها لما بتفوق قلبه بيحن اخيرا، لكن كعادته بيتقل فبيمثل انها مش فارقاله وبيديها لبس اشتراه لها عشان تغير، وبيقول لها انها من بكره هتشتغل معاه في شركته. وبعد ما بيمشي بيتصل يانج يقول لها انه مستعد يدفع لها مصاريف علاج جدتها لكنها بترفض، وبيطلع انهم على معرفه ببعض من ايام السجن، وده لانه كان راح لها اتفق معاها يساعدها تخرج تدور على القاتل الحقيقي وتساعده يدمر شركه الكاريزما بتاعنا لانه في خلافات قديمه بينهم، وعشان كده يطيق العمى ولا يطيقه. في الشركه تاني يوم اول ما الحيزبونه سونيا بتشوفها وبتعرف انها هتكون مساعدته بتقعد تدلع عليه لحد ما بيخليها مساعدتها هي عشان تزهقها في عيشتها. وبتكون بنتنا عارفه اصلا انها قذره لكن بتجريها لما بتقعد تمثل عليها الحب، وبتمثل هي كمان عليها بان مغلوبه على امرها وانه اتجوزها غصب عنها ومصبحها بعلقه ومسيها بعلقه، وبتتمنى لو تتطلق منه النهارده قبل بكره. وعشان الحيزبونه ما شافتش سلكان بربع جنيه بتخليها مسؤوله عن التعاون اللي بين شركتهم وشركه توني، اعتقادا بان كده الكاريزماتيك بتاعنا كل ما يشوفها معاه هيقسى عليها اكتر ويتهمها انها ماشيه مشي مش كويس. وابننا بالفعل ما بيأثرش، واول ما بيلمحها واقفه معاه نار الغيره بتشتغل. وفي نهايه اليوم راسه 1000 سيف ياخدها تشتري فستان علشان يعملوا سيشن بما انهم ما عملوش فرح. واول ما بيوصلوا لهناك وبتدخل تجرب الفستان بيدخل لها يحاصرها بنظرات كلها شرار، وبيطلع انه اتعمد يجيبها لهنا عشان يوريها سي توني وهو بيختار الفستان مع خطيبته اللي والدته اختارتها له. واول ما توني بيشوفها مش بيفرق له خطيبته اللي واقفه جنبه، وبيوضح لها ان والدته هي اللي اجبرته عليها.
يا عين امك يا ضنايا. وبيقول لها لو اديت له فرصه هيحاول يقنعها تغير رايها، وما بيلحقش يكمل جملته بيلاقي والدته بنفسها داخله تقول على جثتي ان ده يحصل، وبتفضل تهين في بنتنا لحد ما خلاص بتجيب اخرها. فبتقول لتوني ياخدها ويمشي وينسى اي حاجه كانت ما بينهم، لانها خلاص دلوقتي واحده متجوزه واستحاله يكونوا لبعض. واول ما بيمشي بتقعد على الارض وهي منهاره لانها كانت بتحبه بجد، ويا دوب الكاريزما بتاعنا لسه هيتكلم بتديله اسطوانه تهزيق قد كده، والاول مره ما بتسكتلوش، وفي الاخر بتنهار وهي بتقوله انها ملهاش اي علاقه باللي حصل لحبيبته. وقبل ما تكمل جملتها بتقع فاقده الوعي من الارهاق. فجري بياخدها للبيت وبيطلب الدكتور صاحبه يجي يفحصها، وهو هيموت من قلقه عليها بعد كل اللي عمله ده. وهنا صاحبه هو كمان ما بيسكتلوش وبيقول له يراجع نفسه قبل ما يندم بعدين ويكون الوقت فات خلاص. وفعلا بيحس بالذنب وبيبدا اخيرا يقول لنفسه ما يمكن تطلع مظلومه فعلا، وبيتصل بمساعده يطلب منه يحقق له ايه اللي حصل من 5 سنين. وبيكون لسه هيمشي بتمسك في ايده وهي مش دريانه بحاجه وبتقول له ما يمشيش. وتاني يوم بتصحى تلاقي نفسها في حضنه، فبتبعد وهي بتبص له بقرف. وهنا هو بيفوق وبيقول لها كله الا شرفي، انا كنت محترم نفسي وانتي اللي استفردتي بيا امبارح. على الفطار بقى بيديها ملف صفقه عايز ياخدها، وبيطلب منها تحط له خطه ليها ولو عجبته تعتبر فلوس علاج جدتها اتسددت. واول ما الحيزبونه سونيا بتعرف ده بتكون هتولع من الغيره وبتدلع عليه وبتقول له ازاي يمسكها صفقه كبيره زي دي، لكن ولا بيهتم بكلامها وبيقصف بجبهتها الارض، وهو بيقول لها مش من حقها تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. فبتتشال الدنيا وتتحط، وازاي يعني يقول لها حاجه زي كده علشان بيري بنتنا اللي في نظرها ما تستاهلش. ومن هنا بتقرر بتتفق مع خطيبة توني بانهم يلبسوها مصيبه، وبتديها معلومات الصفقه تديها ليانج بما انها بتشتغل معاه علشان يفوز هو بالصفقه. وقتها تتهم بيري بان هي اللي ساعدته. وتاني يوم اول ما يانج بيعرف بحوار الصفقه دي بيتضايق لان مش بيري هي اللي قالت له عنها بنفسها، وبيبدا يشك بانها هتفكس للتعاون اللي بينهم بانها تساعده يدمر شركه الكاريزما بتاعنا. وجري بيروح يلومها على ده. وهنا الحربايه سونيا بتشوفهم وبتصورهم سوا من غير ما ياخدوا بالهم. واول ما ابننا بيطلع من الصفقه خسران بتوري له الصور وهي بتلقح على بيري، لكن لما بيري بتقول انها ما سربتش حاجه دانيال بيقول انه واثق فيها، وبيقصف بجبهه الحيزبونه الارض بعد ما بيقول لها ما تتدخلش تاني في حاجه ما تخصهاش. واول ما بنتنا بتركب العربيه معاه علشان يرجعوا البيت بيربط لها حزام الامان وحاجه كده اخر دلع ما كناش نتوقعها منه يعني بعد كل اللي عملوا فيها. المهم ان تاني يوم في الشركه الحربيه بتقعد ترخم عليها وبتجبرها تروح تخلص شغل في مصنع تبع الشركه. ومع ان دي مش مهمه بيري بنتنا الا انها بتقرر تروح عشان تخلص من زنها. وفي النهايه بتتفاجئ ان العنوان اللي ادته لها مش مصنع ولا حاجه وبيكون مبنى مهجور، فبتفهم انها عامله لها مصيبه. ويا دوب لسه هتفلسع بتتفاجئ بواحد كده شكله مش تمام داخل عليها، واتنين تانيين جايين من وراها بتهددهم بسكينه معاها. وبتتصل بيانج علشان يجي لها لكنه بيتاخر والكاريزما بتاعنا هو اللي بيلحقها. وقتها هي من غير سلام ولا كلام بتتقرب منه، وده لان الثلاث شباب كانوا شربوها مخدر كده يعني. وعلى الرغم من ان دانيال بيكون حاسس بمشاعر ناحيتها الا انه بيرفض يقرب منها وبيفكر نفسه بانها السبب في وفاه حبيبته. وبيفتكر ايام ما كان طفل ووالدته كانت بتحبسه في اوضه ضلمه لما يجيب درجات مش كويسه او يغلط غلطات بسيطه. وفي مره من المرات في طفله ما يعرفهاش فتحت له النور ووقفت غنت له عشان ما يخافش، وبيكون هو معتقد ان حبيبته اللي توفت هي الطفله دي وعشان كده متعلق بيها. وبالليل وهو نايم بيشوف كابوسه في الوقت ده بيري بتفوق ويدوب لسه هتطبطب عليه علشان يهدى بيسحبها لحضنه. وهنا بنفهم انها تبقى الطفله بتاعت زمان، لكنه لما سالها عن اسمها كانت قالت له اسم حبيبته اللي توفت لان وقتها جدتها اللي كانت خدامه عندهم جابتها للقصر من غير ما حد يعرف فخافت حد يزعق لها. وتاني يوم في الشركه مساعده بيعرفوا انه دور ورا اللي حصل في المصنع وعرف ان الحيزبونه سونيا هي المسؤوله عن ده. وكمان عرف ان من 5 سنين في الوقت اللي حبيبته اتقتلت فيه بيري كانت متخدره يعني مش هي اللي قتله. وهنا بيتصدم بقى وبيبدا يخاف من الكلام ده يطلع حقيقي وتطلع فعلا مظلومه بعد كل اللي عمله. بينما هي في الوقت ده بتكون قاعده منهاره عند جدتها اللي خلاص اتجننت وبتكون متردده ومش عارفه تاخدها وتهرب وتنسى انتقامها ولا تفضل لحد ما تكشف القاتل الحقيقي، لان حبيبه الكاريزماتيك بتاعنا كانت صديقتها المقربه فحابه تنتقم لها. وعند دانيال بيواجه الحيزبونه باللي عملته وبيقول لها انه خلاص ما بقاش عايز يشوف وشها تاني. ولما بتقوله انها بتحبه من وهم اطفال والكلام ده يعني بيقول لها تنسى انه يكون معاها وانه لولا اختها ما كانش بص في وشها حتى. واول ما بيرجع البيت ومن كتر ما هو مش عايز يقنع نفسه ان بنتنا بريئه عشان ما يحسش بالذنب بيقعد يرخم عليه. فهنا بتقرر تنفذ خطتها وتهرب مع جدتها، وده بعد ما اكتشفت انها حامل وبقت خايفه على الطفل منه. وفي نفس الوقت ده الحيزبونه بتروح تشتغل زن على دماغ امه لحد ما بيتفقوا سوا يخطفوا جدة بيري ويضغطوا بيها عليها علشان تسيب الجمل بما حمل وتطفش من المدينه كلها بعد ما يخلوها تتطلق منه. بينما هي اصلا بتروح ليانج وبتقول له
بتقوله إنها عايزة تلغي التعاون اللي بينهم، لكن الكلام ده ما بيعجبوش، فبيقول لها إنه هيوافق بشرط تتجوزوا، وده لأنه واثق إن الكاريزما بتاعنا بيحبها فعايز يحرق قلبه عليها. ولسوء حظها دانيال بيشوفهم سوا وبيعرف من مساعده إنهم بيتقابلوا دايما، وإنه لقى في أوضتها علبة منوم، فبترجع شكوكه ناحيتها من تاني، وبيفتكر إن حوار إنها كانت متخدرة وقت الجريمة ده تمثيلية منها. وأول ما بترجع البيت بيسألها لو اتجوزته عشان تنقل أخباره ليانج، فبتأكد على كلامه وهي بتضحك وبتقول له يا ريت بقى تطلقني، لكنه بيتعفرت أول ما بتقول له الكلمة دي وبيكون هيخنقها في إيديه، فبتفقد وعيها وبتقع على الأرض. ولما الدكتور بيفحصها بيعرفوا إنها حامل، فمن الصدمة الكاريزما بتاعنا ما بينطقش وبيفضل كام يوم ما يرجعش للبيت، لكنه بيكون مأكد على الحرس ما يسمحولهاش تخرج. وفي النهاية والدته بتتصل تهدده بإنها لو ما قالتلوش إن هي اللي خلصت على حبيبته فعلا زي ما هو شاكك هتخلص على جدتها، فمن خوفها على جدتها بتقول له كده فعلا. وهنا هو ما بيقدرش يسيطر على أعصابه لأن كان عنده أمل تطلع بريئة، وفي لحظة تهور بيضربها بالقلم وبيمسكها من رقبتها بعنف، فبتفقد وعيها وبيحصل لها نزيف، وللأسف بتفقد الطفل. ولما بتفوق في المستشفى الدكتور بيعرفها إن دمها كان فيه أدوية إجهاض، فبتفهم إن والدة دانيال هي اللي ورا ده، وبتتصل تقول لها تسيب جدتها بما إنها نفذت لها اللي عايزاه، لكنها بترفض وبتقول لها مستعجلة على إيه بس، زي الشطورة كده الأول تجيبي لي شهادة طلاقك من دانيال ووقتها هسيبها. وبيكون هو في الوقت ده الكاريزما الحليوة بتاعنا هيتجنن لأنه فاكر إن هي اللي شربت الأدوية عشان مش حابة يكون عندها طفل منه. وأول ما بيرجع البيت وبيلاقيها بتجمع حاجتها وعايزة تتطلق بيقول لها تنسى إن ده يحصل، وإنها مش هتخرج من البيت ده غير في حالة واحدة بس، وهي إنها تكون جثة. بعدها على طول يانج بيتصل يعرض عليها الجواز مرة تانية، ومش فاهمة هيتجوزها إزاي وهي متجوزة أصلا، لكن ما علينا. بنتنا بتطلع أصيلة وبترفض. بالليل بقى بتعمل عشاء للكاريزما بتاعنا ولا أروع من كده، وبتحاول معاه بالذوق عشان يطلقها، لكن لما بتلاقي الذوق مش جايب نتيجة بيقول لها على جثته، بتقول له أوكي يا بيبي، وبتطعنه بسكينة معاها عشان تخليه جثة زي ما طلب، لكن البعيد ولا بيتأثر، فبتقول ما بدهاش بقى، والمرة دي بتهدده بإنها هتخلص على نفسها لو ما وقعش الورقة حالا. فمن خوفه عليها بيوقع فعلا، وبيكون واضح إنه مهووس بيها وبيكابر على الفاضي. المهم إنها بتسيبه سايح في دمه وبتطلع جري على أمه علشان تديها العقد وتسيب جدتها، وفعلا بتسيبها. وهنا الحمد لله أخيرا جدتها عقلها بيرجع لها. وأول ما الكاريزما بتقول لبيري إنها استحالة تسمح لواحدة قاتلة زيها تكون فرد من عيلتها، بتقول لها الجدة إن سونيا الفخورة بيها قوي دي هي القاتلة. ولما بتسألها عرفت إزاي بتقول لها إن يوم الحادثة كانت جاية تزورها في المستشفى وشافت الحيزبونة سونيا بتخلص عليها، وبتطلع صورة أختها بالتليفون وبتوريها لها. ولما دانيال بتسألها ليه سكتت السنين دي كلها وتسببت في إن حفيدتها تتسجن ظلم، بتعترف إن حفيدتها الحقيقية تبقى الحيزبونة مش بيري، وإن زمان ابنها ومراته توفوا في حادثة فبدلت بنتهم ببيري علشان تعيش حياة العز مكانها، ودلوقتي عرفت إنها ما تستاهلش ده. وبتعتذر لبيري اللي بتكون منهارة من الصدمة، وبتقول لها إنها كانت تتمنى لو كانت هي حفيدتها الحقيقية. وهنا الكاريزما بتاعنا بتقلب على الحيزبونة وبتكون هتفضحها، بتخلي الحراس يربطوها مع بيري وجدتها، وبما إنهم في مصنع غاز مهجور بتقول لهم إنها هتفجروا بيهم ومحدش هيعرف إن هي اللي عملت كده، وبيطلع إنها خلصت على حبيبة دانيال بسبب حبها ليه. المهم إنها بتفتح الغاز في المكان وبتقفل عليهم وبتخرج، لكن لحسن الحظ بنتنا بيكون معاها السكينة اللي السجينة اديتها لها قبل ما تخرج، فبتفك نفسها وبسرعة بتتصل على دانيال عشان يلحقهم، لكن ما بيردش، فما بيكونش قدامها غير انها تتصل بيانج، ويا دوب بتقول له يلحقها وبتقع مكانها فاقدة الوعي بعد ما دانيال وجدتها بيفقدوا وعيهم هم كمان من ريحة الغاز. وهنا يانج بيوصل في الوقت المناسب وبيلحقهم على آخر لحظة قبل ما المبنى ينفجر. بعدها على طول دانيال بيوصلوا خبر انفجار المبنى وإنها واحدة من الضحايا، وبتعدي شهور وبنشوفها وهي بتفوق في بيت يانج اللي بيطلع إنه بيحبها بجد، وبنعرف إنها كانت في غيبوبة وجدتها للأسف اتوفت. ولما يانج بيقترح عليها يسفرها بره بما إن دانيال خلاص فاكرها اتوفت، بتقوله إن خلاص ما بقاش عندها حاجة تخاف منها بعد ما عرفت حقيقة سونيا، وإنها مش هتروح في حتة غير لما تنتقم منها. وبيكون دانيال طول الفترة دي ما بيعملش حاجة غير إنه يشرب، وبيكون هيتجنن ومش مصدق إنه خلاص خسرها. وبنعرف إن أمه في غيبوبة والحيزبونة عاملة عبيطة لا وبتخطط إنها تتجوزه، وبنشوفها وهي بتختار كمان فستان الفرح، لكن قبل ما تتهنى بيه بتروح بنتنا تسود عليها عيشتها وبتقول لها لو فاكرة إنها هتسيبها تتجوزه تبقى غلطانة وتعمل حسابها بقى لأن الجاي مش هيكون سهل. وبيعرف دانيال إن يانج خلاص هيستحوذ على شركته بسبب إهماله ليها الشهور اللي فاتت، فجري بيخرج علشان يروح له، وهناك بيتقابل مع بيري صدفة، فبيقعد يتكلم معاها وهو بيلومها لأنها ما عرفتوش إنها عايشة وسابته يعاني الفترة دي كلها، وما بيلحقش يسمع ردها بيلاقي يانج داخل يقول له خير عايز إيه من خطيبتي يا أمور، فبيتعفرت أول ما بيسمع الكلمة دي وكالعادة بيتعصب عليها، وفي النهاية بيسيبهم
وبيرجع البيت وهو متعفرط، ولما الحيزبونة بتقعد تتدلع عليه وتغريه ولا بيعبرها، وبيقول لها إنه قال لها مرة وهيقول لها من تاني، وهو إنها بالنسبة له مش أكتر من أخت. وبتعرف هي إنه رافضها بسبب بيري، فنار الغيرة بتشتغل وبتقعد تشتم عليها لحد ما بيفقد أعصابه وبيضربها بالقلم، وهو بيقول لها تفكر كويس قبل ما تغلط فيها. وتاني يوم لما بيري بتروح له عشان يوقع على أوراق استحواذ شركة يانج على شركته، بيقعد يتدلع عليها وبيقول لها موافق بشرط ترجع له من تاني. وأول ما بتخبطه علشان يلم ويقصر، بيمثل إن الجرح اللي طعنته بيه وجعه، ولما بتقلق بيضحك عليها وبيقول لها طالما ضحكت يبقى قلبها مال، وهي كمان عندها مشاعر ناحيته. في نفس اللحظة دي بيجيله اتصال من الحيزبونة بإن في حد حاول يخلص على والدته، ولما بيروح لها بتقعد تلعب في دماغه بإنها أكيد بيري، وإن هي السبب أصلا ورا الانفجار، وعايزة تخلص من أمه عشان ما تعترفش بده. وما بتلحقش تكمل كلامها، بتدخل بنتنا تسقف لها وهي بتقول لها لا شاطرة، تقتلي القتيل وتمشي في جنازته، وبتمسكها تسقف لها على وشها وهي بتقول لها على حقيقتها القذرة. ولما بتقول لها مفيش دليل على كلامها ده وإنها كدابة، أمه بتفوق في نفس اللحظة وبتقول لها إنها هي اللي كدابة، وبتعرف الكاريزما بتاعنا حقيقتها. فسريع سريع بيخلي مساعده يسلمها للشرطة، وبيخرج يحضن بيري وهو بيترجاها تديله فرصة، لكن طبعا بترفض بعد قلة الكرامة والمعاناة اللي عاشت فيها معاه. وهنا الحيزبونة بتهرب وبتكون هتطعنها بسكينة معاها، فبيفاديها بنفسه، وبيفضل هو كذا يوم في غيبوبة. بينما بيري بتعرف من الحيزبونة إنه ما كانش بيحب أختها، وحبه الحقيقي هي لأنه حب الطفلة اللي غنت له، وعشان كده ورطتها عشان تخلص منها. ومن هنا بتقرر بيري تستسلم لمشاعرها ناحيته، وبتنقذ له الشركة بعد ما بتقنع يانج ما يستحوذش عليها عشان خاطرها. وفي النهاية هو بيفوق من الغيبوبة، وأول حاجة بيعملها هو إنه بيعرض عليها يتجوزوا من جديد بشكل رسمي، فبتوافق من فرحتها بإنه فاق، وأخيرا بيعيشوا حياة سعيدة مع بعض. وكده خلص مسلسلنا. سلام.